السلام عليكم اخواتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كاش نقول لكم انا من معجزات هذا العام. فبالنسبه لسلو راني قديته مأخر. المهم اللي معجزات بحالي وبغى يقاد سلو على الطريقه ديالي، ما عليكم الا تشوفوا هذا الفيديو حتى الاخير. راه ساهل ماهل، كل شيء واجد، ما ديروا فيه لا سكر وشربوه مع اتاي مسوس. كيف ما كتشوفوا اختكم راه انا بديت هي الاولى، بعدا نبرع راسي ورحم الله. واحد سلو اللي كيجي ما نقول لكمش عليه، كيجي سلو واعر 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 ومعلك، والكميه كيعطيكم توكلوا نتوما وحبابكم وجيرانكم. فخليكم معايا في الفيديو حتى الاخير وتشوفوا. والله العظيم لو واحد سلو كيجي ما عادش نشكر لكم، لان كيقول لك اللي شكر راسو انه دمه. فخليكم حتى الاخير معايا خطوه بخطوه. هذا هو سلو اللي عندي المعتاد ديالي، وعادي تشوفوا معايا. هنايا عندي كيلو وربع اللي حمرت ديال الطحين. اوكي، الطحين ملي كنحمروه على فكره راه كيقلال، لان كتكون فيه واحد النسبه ديال الماء، وداكشي باش كيكونوا دوك الكويرات، وكتنقص الكميه ديالو. هنا عندي 600 غرام ديال كاوكاو شريتو شويه مالح، درتو في الماء، حيدت منه ديك الملحه، وعاود خشيتو في الفران مفسخ مقادد جاهز، كيتباع في الليدل في الدي فين ما بغيتو تمشيو تلقاوه ساهل ماهل. هنايا عندي اللوز. بالنسبه للوز عندي نفس الشيء 600 غرام، يعني شريت 3 الخنيشات كل وحده فيها 200 غرام. بيتو ليله فازك في الماء، والصباح نشفتو ودخلتو الفران بالجلفه ديالو حمرتو. هنايا عندي الجلجلان، هادو كيف ما كتشوفوا طحنتهم، ماشي حتى نيلتهم خليتهم شويه. الجلجلان هو اللي طحنته مزيان وحتى ولا معلك كيف ما كتشوفوا، حتى هو 600 غرام. هنا عندنا نسبه ديال الطحين، غادي نديروا النسبه قدها ديال المكسرات. هنا عندي كيف ما كتشوفوا 150 غرام، عفوا 100 غرام ديال النافع و100 غرام ديال حبه حلاوه. دوك القريعات راه كيتباعوا عند الاتراك، شريهم وطحنوهم كلشي ساهل. هنا عندي معلقه ديال الهيل، وهنا كيف ما كتشوفوا حتى فين كاين نافع كاينه معلقه كبيره ديال القرفه، ما صورتهاش مشات ليا. وهنا هادو كيتباعوا فيهم الزنجبيل والقرفه والقزبر يابس، واحد المنكهات اللي كيداروا في الحلوى. راه بينتهم لكم الاخوات اللي عايشين في المانيا وبغا ياخذوهم، راه كيكونوا في غيفا. هنايا عندي المسكه الحره، كنديرها مع واحد شويه ديال الطحين، ولا ديروها مع واحد شويه ديال السكر وكطحنوها. هنا تقريبا درت واحد 3 ولا 4 ديال الحبات. المهم لا ما عندكمش ما ديروهاش. هنا كنخلطوا كل شيء كيف ما كتشوفوا. وهنا باش تعطينا واحد الكميه كثيره ما شديتش هذاك اللوز وهذاك المكسرات، ما طحنتهمش حتى ولاو معلكين. الا ولاو معلكين كيجي هذاك سلو معلك فعلا، ولكن كتجي الكميه قليله. هنا درت هاد الزيوت اللي هي 4 في 4، زيت ديال الجنجلان والزيت ديال الكركاع، كلشي كيتباع جاهز ناضي. الاخوات اللي عايشين في المانيا وبغيتو ديروا هذا السلو راه في اسرع ما يكون، وكيجي واحد السلو اللي صحي ما فيه لا سكر لا والو. وبالنسبه للعسل، عفوا بالنسبه للسكر ما درتش السكر نهائيا في هذا السلو. وغادي نحط لكم الرابط ديال السلو اللي سبق لي حطيت. عندي شي 3 ديال السلو في القناه، يمكن الا باقيين حتى هما ما عرفتهمش واش مشاو ولا باقيين. المهم عادي الا لقيتهم غادي نعاود نحط لكم الرابط ديالو. هنا كنحليو بالنسبه ديال السكر ديال العسل. هذا العسل منه يعني كاتبين عليه بيو كما هما كاتبين، الله اعلم واش نيت حقيقي ولا ماشي حقيقي. المهم احسن من السكر. فكيجي المذاق ديالو، يعني النكهه ديالو كتجي زوينه. وعلى فكره ما كيكونش داك السكر، كنعرفوا بان سلو اننا كنديروه صحي، ولكن كنجيو حتى الاخر وكنكفسوها ملي كنديروا فيه السكر. هادشي راه عادي عند امواتنا، يعني هادشي عادي هو اللي كاين منتشر. كنديروا المكسرات وكنعاودوا نزيدوا عليهم هذاك السم الابيض اللي هو السكر. فنحاولوا نتفاداو السكر، هو من الاحسن خصنا ما نديروا فيهم لا عسل لا والو، نديروهم هكا كسفوف مسوسين وناكلوهم، غادي يكون الجسم مستفد منهم. ملي كنديروا السكر راهي ناخذوا النكهه وصافي. هنا بالنسبه للاخوات فاللي بغى كتبقى النسبه ديال ديك التعليكه، كتبقى نتوما اللي كتحكموا فيها. كاين اللي ما كيحملش التعليكه، كيبغي هكا يعني مفرتت كما كنقولوا بحال كسكسو تيبغي ياكلو. انا كيعجبني هكا معلك، وكل واحد عنده الاذواق لا تناقش، وكل واحد عنده فسلو كل شيء كيعرف يقادو، ما فيه شي واحد كيتفنن.
فهي يعني وصفه مغربيه كنحضروها يعني في وقت ديال المولود، تيكون ديال شي طفل يلاه تولد ولا بنيه، وكنديروه في رمضان. يعني داخل في المطبخ المغربي ما كيخطاناش. هنا بالنسبه لطريقه الاحتفاظ كنديرو في علب ديال الزجاج وكنحتفظ به. كاين الا بغيتو تدخلوه في التجميد راه كاين اللي كيبقى محتفظ به بالتجميد، ولكن نحتفظوا به دائما في مكان بارد. هنا غادي نمزمز راسي هو الاول بعدا انايا قبل ما يوصل رمضان. فمع هنا هذاك الشاي درتو ديال ليتيزان ديال الميليسا وديال هذا درتها مع الشاي الاسود، وكيجي واحد الكويس اللي هو سخون. وهنايا مع هذاك حطيت واحد شويه باش نذوق معكم وعادي تشوفوه. يعني رائع جدا ولذيذ وبسرعه كيتقاد. فما عليكم الا تجربوه وتردوا عليا الخبر. الاخوات اللي باقي ما قادينش، اما الحادقات راه ما شاء الله راه بدا وشهر شهرين هذا قاد سلو خباو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش تدعموا القناه الا بغيتوا الجديد. انا مستعده نبدا نحط معكم مره فين ما حطيت شي وصفه اللي تتكون تفيدكم وتكون سهله ومهله غنتقاسمها معكم. واش غنقول لكم، عواشر مباركه، وان شاء الله الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والراحه وبكل ما تمنيتوا نتوما وليداتكم والعائلات ديالكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.